السلام عليكم. في اطار الحلويات دائما نتقاسم معكم الحلويات اللي تندير دائما والحلويات المفضلين عندي. وهكا تنبغيو هكا شي مره نوضو نديرو حليوات اللي تيكونوا ساهلين دوازاتاي ولا هكا نديروهم في الدار يبقاو عندنا، كنبغيوش كيكونوش هكا فيهم الخدمه بزاف. المهم كنتقاسم معكم الحلوات اللي انا دائما عندي ما تيخطاونيش، هما هادو اللي كتقاسمت معكم في الفيديوهات السابقين. وهاد الحلوه هذه ديال الشكلاط والكاوكاو اللي كتجي جد مميزه ولذيذه بزاف، وكما قلت لكم ما فيهاش بزاف ديال الخدمه. هنا غادي نحتاجو في المقادير 500 غرام ديال الكاوكاو، ما يعادل 4 ديال الكيسان محمر بطبيعه الحال في الفران وتنقشروه، كنخلي فيه واحد شويه القشره ماشي مشكل، كتجي حتى هي هكا حلوه. كاس ونص ديال السكر، كاس ديال الزيت، ربعه ديال الزبده، كيس ديال الفاني، والدقيق تقريبا كاس ونص. ممكن ديروا كاس ونص، ممكن غير كاس. المهم انا هنايا احتاجيت كاس ونص غير الجهد اللي غادي نجمعوا به الحلوه. اما هذه الحلوه تقريبا راه غير بالكاوكاو صافي. والكوكو الشوكولاته هذوك للتزيين صافي كما شفتوا هنايا. اول حاجه تندوز ناخذ هذاك الكاوكاو، تناخذ 3 ديال الكيسان، تنطحنهم مزيان مزيان حتى كيولي هذاك الكاوكاو تيخرج لنا ديك الماده الدهنيه ديالو اولا تيخرج داك الزيت ديالو. وهكا عاد كنحطوه. والكاس الاخر او الكاس الرابع كنطحنوه، غير كنهرمشوه، ما كنطحنوش طحنه كامله، غير كنهرمشوه باش هكا كتجي ديك التقرميشه ديال الكاوكاو لذيذه وزوينه في الحلوى. صافي هنا تندوزو تناخذوا الزبده اللي عندنا، ربعه ديال الزبده تنخدموها مزيان مع هذاك السكر والكيس ديال الفاني حتى كتذوب. ضروري هذه المرحله هذه دائما غتبقاو تسمعوها مني في لي فيديو ديال الحلويات. دائما الزبده مع السكر تنخدموهم مزيان حتى كنحسوا بهذاك السكر داب وما بقاش هكا خشن، باش هكا الحليوه ديالنا تصدق معنا وما يكون حتى شي مشكل. صافي كما شفتوا انا هنايا راه تنخدمها مزيان مزيان مزيان. عاد من بعد كما شفتوا هنا راه بدات كيذوب داك السكر. صافي خلاص لا كان شي سكر تيكون هكا غليظ بزاف تيكون شويه صعيب انه يذوب وتيخسر لينا الحلوى. المهم السر ديال النجاح ديال الحلويات هو هاد الجزء هذا او هاد السر هذا ديال ان السكر خاصو يتخدم مزيان مع الزبده تيذوب. او ثاني حاجه تندوزو نضيفو الزيت كما شفتوا هنايا انا ضفتو، غادي نبقى نخدم فيه حتى هويا حتى كتولي لنا هذيك الزبده مع الزيت مع السكر على شكل كريمه. كنخدمهم مزيان مزيان. ودائما الحلويات ملي كنبغيو نخدموهم يكون عندنا بالزبده كنخرجوا الزبده ليله قبل، نخليوها غير بحراره المطبخ هكا باش تسهل علينا الخدمه، ماشي من الثلاجه نخدموها شويه كتجي صعيبه ما كتبغيش تذوب بزاف، خصوصا الزبده اللي كتكون نباتيه ماشي حيوانيه ما كتبغيش تخدم، يعني كتاخذ شويه د الوقت. وخلاص اللي عندها العجانه ممكن ديروها تخليوها تخدموها كتكونوا تشقاو هذا تخليوها الدور عليها بين ما ساليتو الشقه تلقاوها يلا طلقات. المهم كما شفتوا انا هنا راهي مازال تندك في ديك الزبده كما شفتوا كنقلب واش مازال باقي داك السكر هكا خشن ولا صافي داب. صافي كما شفتوا ولات على شكل كريمه. عاد كندوز نضيف ليها الكاوكاو هنايا. تقريبا كما قلت لكم هاد الحلوه راه غير بكاوكاو، كنضيف ليها الكاوكاو واحد شويه، كنبقاو نضيفو تدريجيا دقيق بشويه بشويه حتى كتجمع لينا هذيك الحلوه. هنا تقريبا ما كنحتاجوش بزاف، انا هنايا احتاجيت كاس ونص، ممكن نتوما تحتاجوا غير كاس واحد فقط. صافي الجهد اللي غادي نحسوا بالعجينه تجمعات صافي. المهم كنضيفوا عينا ميزاننا، العجينه ما خاصهاش تكون رطبه وما خاصهاش تكون قاصحه، بين وبين. صافي هنا كما شفتوا غادي نبقى نجمع في هذيك العجين حتى كتولي لنا رطبه على هذا الشكل. صافي كتجمعوها كتولي كتبان لكم هكا ملي كديروا صبعكم كما كتشوفوا ماشي رطبه وماشي قاصحه. كنمشيو كنديروا كويورات اللي ما كبار ما صغار يكونوا شويه صغيورين حيت مازال غنفندوهم في الكوك ونديروهم في الشوكولاط مازال غادي ياخذوا حجم كبير. هنا كما تعرفوا الحجم اللي غتحطوها فيه غتبقى فيه لان ما كاينش الخميره. المهم كديروا تقريبا قد الكركاعه هكاك صافي المهم انا كنحاول نعطيكم كاع الاسرار، ما كنبغيش نبخل عليكم بشي حاجه باش الحاجه اللي تجربوها هكايا تعجبكم. المهم كما تتشوفوا هنايا هذا هو القياس كما قلت لكم الحجم ديال الكركاعه صافي. وكنديروه في واحد الطاوله اللي تتكون هكا ملبسه بورق الطبخ اولا هي مدهونه غير مدهونه بشويه ديال الزيت. اصلا الحلوه ما تلصقش حيت فيها الزبده والزيت. المهم كنشعلوا الفران ما كنسخنوا واحد شويه قبل تقريبا واحد 5 ديال الدقائق فقط، وكندخلوها للفران كتحمر من التحت.
كتحمر كنشعلوا لها غير من التحت على عافيه مهيله او قريب المتوسطه، يعني ما متوسطه ما مهيله بين وبين صافي. وكنشعلوا عليها حتى كنحسوا بها هكا تحمرات من التحت، نهزوها القهوه تحمرات من التحت صافي. كنشعلوا لها واحد شويه من الفوق غير تحمر واحد شويه صافي. وندوزو ندوبو الشكلاط. من الاحسن يكون النوعيه الجيده باش هكا الحلوه تجي لذيذه. ما نديروش داك الشكلاط اللي تيكون رخيص. المهم حاجه باغي نديروها في الدار احسن نديرو شي حاجه اللي تكون زوينه كتكون عاطيه للذة اكثر. صافي كندوبو داك الشكلاط شويه في بان ماغي، كندير ليه واحد شويه ديال الزيت باش هكا يطلق صافي. وكنمشيو ناخذ الحلوه ديالنا كما تتشوفوا تنديروها في الشكلاط وكنحطوها في الكوك كنفندوها وكنستمروا حتى كنكملوا هذوك الكويرات كاملين. الكوك دائما كما قلت لكم ملي تمشيو عند العطار تبغيو تاخذوه ديما شوفوا الكوك قيسوه بايديكم هكا بحال توركوا عليه بايديكم ولا خرج داك الماده الدهنيه او الزيت ديالو عرفوا راه مزيان. كان غير حرش هكايا وناشف ما فيه حتى شي دهنيات عرفوا راه ما زوينش. ديما الكوك جربوا هكا لانه حتى هو تيعطي واحد المذاق اللي زوين وهكا تيزيد كيزيد اضافه زوينه لكان نوعيه جيده. صافي هنا كما تتشوفوا غنكملوا هنا الكويرات كاملين غادي نفندوهم ونحطوهم صافي. وكانت هذه هي الحليوه ديالنا كما تتبان لكم في الشكل ولا المذاق كتجي جد مميزه وجد لذيذه. والاكيد كما قلت لكم الا جربتوها غتعتمدوها لانها تجي فعلا 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 لذيذه وبنينه. نتمنى ان شاء الله لي فيديو ديالي الا شفتوهم وجربتوا الحلوى ولا عجباتكم ما تنسونيش من لايك والتعليق وبارطاجيوهم مع الناس اللي تتعرفوا. شكرا لكم، السلام عليكم، مع فيديو قادم ان شاء الله. وعواشر مبروك.